أهمية مباراة سيلتا فيغو وبرشلونة بكرة الأحد الساعة 9 المساء بتوقيت أوروبا. أهميتها اليوم أتلتيكو مدريد عم يلعب أمام ليفانتي وعم يربح 3-1. بهاي النتيجة أتلتيكو مدريد عم يتساوى بالنقاط مع برشلونة 25 نقطة لكل فريق، وبفارق هدف عم يتم بالمركز الثاني برشلونة. اليوم لو فايز أتلتيكو بنتيجة 4-1 كنا تساوينا بالنقاط وبالأهداف لحتى كان هو مركز ثاني. وهلا بهاي اللحظة عم يلعب فيا ريال مع اسبانيول والنتيجة صفار، وفيا ريال له 24 نقطة. يعني اليوم إذا بيفوز بصير برصيده 27 نقطة. بهاي النتيجة بيحتل المركز الثاني خلف ريال مدريد. بكرة مطلوب من برشلونة الفوز ثم الفوز ثم الفوز، ومطلوب من فليك تغيير عقليته وينزل التبديلات أو يعمل تبديلات بوقت مبكر بالشوط الثاني، بداية الشوط الثاني. ما عنا شيء نحكيه إلا بالتوفيق لبرشلونة وبالتوفيق لعقلية فليك يلي صار لازم فعلا يكون في عنده شوية مرونة بخطة لعبه أمام أي فريق حسب إمكانياته يلي عم يلعب فيه والمتواجدة معه، إن كان أساسيين أو إن كان على السكور. وبس. سلام.